السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقه البابا غنوج، بس بطريقه حلوه قوي. يعني هنعمل فيها حبه تكات كده هتحسن من طعمه كده للاحسن، وطريقه جديده ان شاء الله تعجبكم جدا. نبدا كده، نجيب معانا كده البتنجان اللي هو الرومي بقى الكبير دوت، ونقشره. نحوش كل الطبقه السوداء اللي عليه ديت كده زي ما انتم شايفين. ما ننساش بقى نصلي على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. هنقشر كل الطبقه كلها كده اللي هي السوداء اللي عليه ديت، ونعمله بقى شرايح. خلاص كده، خلصنا من القشرة كلها، ونجيبه بقى نعمل شرايح كبيرة كده زي ما انتم شايفين. هنجيب طبق كده ونرصه عليه، ونرش حبة من الملح كده عشان ايه؟ ننزل المية اللي بتبقى شاربها البتنجان. وبعد كده نديله شطفة. تاني حاجة نجيب الخضار ده معانا اللي هو الطماطم وفلفل اخضر رومي، وممكن لو عايزة فلفل حامي ماشي، لو انتوا بتحبوا الحاجة الحراقة يعني. تمام كده، وكام فص كده معانا من الثوم. كده خلاص حاجتنا كاملة بتاعت الطريقة بتاعتنا النهاردة. نجيب بقى طاسة تيفال او اي طاسة يعني ما تكونش بتلزق، عشان الحاجة ما تلزقش فيها. اجيب بقى الدقيق واحط فيها كده البتنجان بتاعي، اديله طبقة كده من الدقيق. بتعمل طعم معانا كويس، وممكن من غيره عادي، بس انا بحس الدقيق بيديله طعم يعني في الوصفة دي. خلاص كده سخنا الزيت بقى، نبدأ نحطه كده زي ما انتم شايفين لحد ما يدي اللون الذهبي اللي هتشوفوه معانا. نسيبه بقى على النار لحد ما يدي الطبقة زي ما انتم شايفين كده اللون الجميل الذهبي ده. كده يا حبايبي خلصنا الكمية. نيجي هنا في نفس الطاسة اللي عملنا فيها البتنجان، هنحط الخضار بتاعنا ياخد تشويحة، تحس كده انه مشوي كده، هيفرق معانا كتير في الطعم. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما خلصنا شوينا بقى الثوم والطماطم والفلفل كله كده تمام. اجيب بقى معانا هنا التوابل وكمان معلقتين من الطحينة، واحط هنا بقى في التوابل ايه؟ معلقة كمون وحبة فلفل اسود وحبة ملح. انزل بقى في الخلاط، او لو عندك كبة عادي جدا نحط كله على بعضه فيها. طبعا احنا بنحب الحاجات اللي هي السلطات بقى اللي جنب الاكل والفراخ او الاسماك والحاجات دي، فاحنا بنحب نغير منها، نعمل كده حبة افتكاسات فيها عشان الكل يحبها، وبتبقى طبعا هي بتبقى ايه؟ حاجة حرشة كده على السفرة بتاعتنا. نحط كله زي ما انتوا شايفين كده. وكمان انا نسيت اقول لكم، بحط كمان معلقتين كبار من الخل. هدلق كل حاجة في الكبة او في الخلاط اللي اسهل عندك واللي تحت ايدك اعمليه كده بالمنظر ده يا حبايبي. ووصلنا بقى للنهاية، وبقى شكله عامل كده، شكله جميل جدا. واخر حاجة بقى نرش على وشه زيت، وبعدين عصرة من الليمون. ندوق بقى ونقول لكم على الطعم، تحفة جدا وجميل. جميل جدا، عجبهم قوي. يا رب يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله. مع السلامة.